أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مرحبا بكم مجموعة 7 جرافي. هذه مبادرة طيبة من سي أسدين، أول مرة هذه توقع في قفصة. نشكروها على المبادرة هذه، وإن شاء الله معناتها من حسن إلى أحسن. تو مع الشيخ سي عبد الجليل الفاسي باش يعطينا لمحة روحية للرحلة كاملة، وماذا بينا نتعرضوا له بقلوبنا لأنها مفيد ياسر باش يقولوا سي عبد الجليل تو الرحلة كاملة اللي لازمنا مش نتهيئوا جسديا برك والا الباجاج والماكله، لا خلينا نتهيئوا احسن حاجه هو نتهيئوا روحيا. مع فضيله الشيخ عبد الجليل الفاسي. السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بالجميع. كما قال سي الدين هي مبادره طيبه جدا، ويا ريت دائما في مثل هذه المناسبات وكانت رحلات وكانت مناسباتنا يجتمعوا الإخوة هكا والأخوات ويأخذوا شيء من المعلومات ويتهيئوا ما يسمى بالدورات. هي في الواقع تشبه دورة تكوينية، خلينا نسموها دورة تكوينية في مجال وصيت أنا مدرب تنمية بشرية، في إطار تكوين. هي حقيقة دورة تكوينية بامتياز، وشكرا على الحضور. في الواقع وانا جاي الايات كنا نقرا فيهم سوره ابراهيم كانوا يحولي بشيء مهم جدا فيما يخص المداخله المتواضعه هذه حول الاستعدادات لاداء فريضه او سنه العمره. في هذه المناسبه وفي كل المناسبات في الواقع اللي نلتقي فيها من اجل أن نعرف حاجة جديدة، أن نتكون في مجال معين، لابد يكون عندنا رغبة أولا، والحضور هذا دليل على الرغبة والحمد لله متوفرة وموجودة. ثم اللي بادر في ذهني قلت قبل قليل هذه الرحلة أساسا هي ثاني رحلة في الدنيا تأتي بدرجة ثانية من أفضل الرحلات يقوم بها الإنسان في الحياة. يمكن كان أقول لكم على الرحلة رقم 1 مش الوقت مناسب ليها، ولكن مش تحدثوا عليها. أعطيكم العنوان بقى. هي أحسن رحلة في الدنيا يقوم بها الإنسان. كل يعرف أحسن رحلة من إلى نعم. لا عليكم يعني مثلا شويه مش لسه باش نمتحن انا فقط نعم احسنت من الدنيا للاخره. هذه الرحله يشمل منها كثير من الناس لانها مقرونه باش بالموت. ربي يطول عمركم بالخير الكل. مقرونه بالموت، والله الموت هكا شويه مزعجه وكذا، ولكن صدقوا بالمناسبه افضل رحله لأنها رحلة مضمونة الوصول. أي رحلة تقوم بها في الحياة، أعلى بلاصة وأكثر بلاصة وأجمل بلاصة في الحياة، لا تدري يعني هذه الرحلة ومجرياتها، ولا أيضا أنت عندك فكرة على مآلها، إلا رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى. من أحب لقاء الله
أحب الله. طبعا أنا أتكلم مع ناس مربوطين بالعمرة ويعرفوا حديث وآيات ما شاء الله عليكم. نعم. إذا الرحلة الثانية هي اللي أنتم بصدد الاستعداد إليها، بحيث تختلف، ولكن هي أيضا رحلة إلى الله. باش تكونوا عارفين، مش ماشيين في نزهة، مش ماشيين في رحلة استكشافية، وماناش ماشيين في رحلة تاع تنزه أو زيارة حبيب أو صديق أو مكان أثري. خدوا بالكم الكلمة هذه، مكان أثري مقدس، لا، أو مناسبة مهرجان سيقام في مكان معين، لا، لأنه العالم الكل أعرفوا أكبر مهرجان المصطلح المعاصر في الكون حتى يرث الله الأرض ومن عليها، تجتمع فيه الناس بهذا العدد وبهذه التلقائية. وكما كنا نسمع قول الله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي مش من الهوي من السقوط، لا، تهوي تميل إليهم وتسعى إليهم، يعني باللغة العامة يهواه، يعني تهوي إليهم. هو مكان بيت الله الحرام والمسجد النبوي. هذا المكان لا يضاهيه في الكون اليوم أي معلم تاريخي وأي مشهد طبيعي يمشوا له السياح والزوار في العالم. ثم أنه في عجائب وغرائب كثيرة في الواقع. هذا كأني أنتم ما فيكم اللي مشى أكيد العمرة أو الحج ومشي يعاود، لكن باش تحبوا نمشوا المرة هذه ماهيش بالصورة الذهنية اللي عندنا على بيت الله الحرام وعلى المسجد النبوي اللي شوفها في التلفزيون ولا اللي يحكوا لنا عليه ولا حتى اللي احنا مشينا لها قبل وشفناها. حاولوا نعمل صورة ذهنية جديدة مع بعض، فاهمين؟ نمشوا صورة ذهنية أخرى. انطلاقا من كنت أحكي فيه، بما أن المكان هذا هو أعظم مكان يقصدوه الناس، والناس مثلا نقولوا نعطي مثلا مكان معين سياحي أو أثري كبير، يجيه الناس من أماكن مختلفة، لكن بيت الله الحرام هذا في أي مكان فأينما تكونوا فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، هو نقطة محور الكون، الكرة الأرضية هذه. حيثما تكون أنت تولى وجهك وتراوا أنتم في مكة كيفاش في الكعبة الشريفة، وإحنا تقام الصلاة في شكل ماذا؟ دائرة. الصفوفنا في شكل دائرة، فأينما تولوا وكأن نصلوا لبعضنا، يعني هذه فيها معنى كبير ياسر، راهو فيها معنى كبير مش مجال حديثنا. ولكن نرجع ونقول احنا رانا ماشيين لأقدس مكان في الكون، حبة من حبة وكره من كره، مهما فيه ومهما قيل عنه ومهما يبقى دائما هو المكان المقدس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. أما كيف رجعت هي لربي وربطت علاقتها بربي. الله أمرك بهذا، ذكرت ربي، تلفت لها سيدنا إبراهيم يعني أدبا مع الله، لأن ذكرت ربي. قال نعم، حسب رأيك شو قال؟ إذا لا يضيعنا. امشي على امشي. هو يا جماعة، هو ربي قال لك هكا خليه هو امشي؟ قال نعم. قالت له إذا لا يضيعنا. هو يا جماعة، يا جماعة مش واحد راهو مريض يمشي للطبيب وعارف كيف يزعقوه ويعملوا عملية وكذا، لا، راهو في مكان لا حجر ولا مدر ولا زرع ولا ماء ولا إنس ولا جان، في الصحراء، ورضيع صغير وأمه. من هنا نحبوا الروح هذه، التعلق هذا، التسليم لله هذا، حسن التوكل على الله هذا، وكمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى المتبادل
بين الزوجين هذا ننطلق. ممكن ننطلق من مما كانت عليه السيدة سارة. هكذا ننطلق من هنا، ننطلق من هذه الروحانية. إذا قلت منذ قليل زعما اللي عندنا وصور ذهنية في عقولنا، نقول أنا كي نقف قدام الكعبة ولا في الروضة الشريفة باش ندعي الله سبحانه وتعالى وليداتي وكذا وبالشفاء وقضاء الديون وكذا هكذا، كل واحد عنده قائمة من الأدعية ومن الطلبات، أليس كذلك؟ كلنا عندنا قائمة تاع طلبات. حاضرينها حتى دي يا جماعة ما تزوجش معاك. شنو معنى ما تزوجش معاك؟ عملوها من هنا. إيه مالا أنا مش معاكم، مالا كيفاش نعمل؟ ما ندعوش ربي مش يستجيب لي والناس مش ماشيين ما يستجيبلهمش، لا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء اللي مش غادي تيقن أنك أدعوه هنا وتيقن أن الله استجاب لك. وأي واحد راهو يدعو سواء المشير ولا اللي قاعدين وعنده أدنى شك زعما أنه ذنوبي ياسر وأعمالي مش هي زعما دعاء يقبل ربي. استغفر وتوب واسم بالله خير. يقول لك استغفر وتوب. ربي قال فإني قريب وقال أجيب. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جواب الشرط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. مباشرة الإجابة تجي مباشرة، من غير طلب ثاني. أنت أدعو برك، ما تقولش ربي سيجيب دعائي، أنت أدعو قال أجيب. سبحان الله. وهذا ما تعداش ربنا سأجيب ولا ثم أجيب مباشرة في اللغة اللي يعرف اللغة شوي. كان الجواب بسرعة أجيب دعوة الداعي إذا دعا. عبارة تطلب واحد حاجة يقول لك فضل يعني حتى نشوف حتى نشر الدار وحتى نخمم، لا هي. إذا من هنا اتأكدوا أن دعاكم مقبول ومستجاب، وبشروا أهليكم والناس اللي معكم الكل. هذا أمر لا شك فيه. ثم يا جماعة قال فاجعل أفئدة من الناس. قال أفئدة، شو معنى أفئدة؟ ما معنى أفئدة؟ رأس والأقل يعني الفكر. شنو هو فؤاد؟ شنو الفؤاد؟ قلب يا جماعة راني نحبكم عاطي شوي. القلب، الفؤاد هو القلب. فاجعل أفئدة من الناس أي قلوب، إشارة إلى القلب. والله قلنا القلب نحن، نعم. والقلب هذا يا جماعة شكون يعرف ايش فيه والغوار نتاعو؟ وك القلب عاد وش فيه وش من يجب يطلع على ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك الرحلة هذه فيها جانب من الإخلاص شيء رهيب جدا. لأنه مهما شافونا الناس حضروا هذه الفلسفة وحاضرين في الندوة هذه وكذا وكذا، مهما لكن راهو الرحلة الصحيحة والمشية الصحيحة هذا ما كان ربي. لأن الدافع أو ما يسمى بالدافعية الذاتية هي قلبك، وقلبك لا يعرف إلا الله. إذا ندخل القلب ونفقدش فيه. فاجعل أفئدة من الناس، شنو قال ربنا؟ تهوي إليهم، تهواهم وتسعى لهم وتحبهم وتميل لهم لهالمكان هذا. هل قلوبنا فيها الشعور هذا ولا لا؟ أكيد فيها، أكيد بنسب مختلفة. نعم، شوية مرات يسر، مرات شوي، مرات تقوى، مرات نبكوا، مرات نخاف وحتى نبكوا، مرات نضحكوا نستبشروا، موجودة لا شك. كلنا عنا رغبة وعنا خوف وعنا طمع وعنا فرح وعنا كل شيء. لأن نحكي على مش نحكي على سلوك شو تعمل وشو تقول، لا نحكي على مشاعر يا جماعة، مشاعر. الرحلة هذه الختم نتاعها والطابع والفيزا نتاعها
اعطوها لكم مش بعد الرحله، نعم ومشكورين، ولكن الفيزا الصحيحه هي قلبك، هو صدقك، هو اخلاصك، هو انك ماشي تهوي اليهم، ماشي الى المكان هذا بحب برغبه، ماشي برغبه شديده بحب، ماشي وقلبك متشوق نقول واحده. ما ثماش معوقات؟ لا ما ثماش معوقات. معوقات حكيت عليها شويه احنا ماشيين شنو باش تهزوا معنا؟ باش معنا شويه دعاء وتهزوا معنا، هذا هو الهزيم. مش رد بالك كنت ماشي هز معاك كنت زعما صب ولا ما صبش بعدين زعما ما نعرفش طهر ود ولا ما طهرش، نقول اي حاجه انا تو اياك قلك نحي زول عني، اياك انت ماشي اخلي عقلك واخلي فكرك يعني من كل هذه ماذا؟ المشتتات. انت مقبل على الله، اذا بدافع ماذا؟ انت مقبل على الله. انت في الاصل في ظهر الامر حوشت شوي مال، نعم من الحلال ان شاء الله ولا من اي مصدر حلال طبعا، وكان عندك الرغبه ودعيت ربنا وهيك على ابواب السفر، هذا كل استعداد قمت به وتوروكم الاخوه بعد مراحل الاستعداد وكل شيء. انت ماشي عم نقول لك استدعاء، انت مستدعينك، شكون اللي استدعاك؟ الله استدعاك. قال صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، الله وفد ربي يعني ضيوف ربي، انتم ضيوف ربي. انت صحيح عملت واجتهدت وحوشت شويه فلوس وعملت اسباب، لكن لو الواقع كل هذيك تسخير من الله. اما الصحيح الرسمي ربي لو بعث لك استدعاء، تنساش هذه، ربي لو بعث لك استدعاء خاص انت وانت 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 هذوما المشين، ربي بعث لكم استدعاء. لا نصحكم امشوا ايديكم فارغه، اما قلوبكم هي معبيه، لان من اقبح الشيء حمل الزاد اذا كان الاقبال على كريم. انت ماشي واحد كريم وهز معك ذيفه وهز معك زعمه، انت ماشي الكريم. على شك في الكريم، نحن الكريم سبحانه وتعالى اسم من صفات الله، على شك في كرمه ما عندناش شك. اذا الضيفه اللي هزها معاك والقضيه اللي هزها خلانا يجعل منك ويرحم والديك. امشي فرغ، امشي كان قلبك معبي بعدك، خلي دياتك فارغين. ماشي بمعنى ماذا؟ شو المعنى الرمز حبيت اشربه انا؟ امشي فقير الى الله. مناش عبادتك وذكرك وصلاتك وصدقاتك، والله الناس باهي طيبه، والله الناس تشكر فيا بالخير ونعمل الخير للناس، لا خليها هنا يبارك فيك ويجعل منك كله، خليها. لا راك ماشي الاكرم الاكرمين، وامشي يديك فارغه وفقير لله سبحانه وتعالى، خير من اللي ماشي زعما انا نقوم بالليل ونصدق وباهي والناس تشكر فيا. نعم خليه هذا الكلام. ليش قول الكلام هذا؟ لانه هذا يفسد وينال من ماذا؟ من المشاعر اللي كنا تحدثوا عليها نتاع الاخلاص، نتاع انك ماشي لربي برغبه بحب شديد. اي والله ماشي انا نزور في بيت الله ونؤدي في فريضه وكذا ولا في سنه وغير، ولكن يلزم اي حاجه، لا هذا يفسد الاخلاص. ماكش ماشي لانك انت عابد، ماشي انت مذنب، انت سامحوني متاخذ من كل شيره وماشي لربك، ماشي يسوي لك وضعيتك الدنيا والاخره واولادك وكل شيء وكل شيء، انت تمشي هكا. واضح؟ هذا في الواقع جاء من المولى سبحانه وتعالى في هذا اللقاء المبارك. ولكن انا عندي لكم وصيه، ما نعرفش شكون يتخيل ترى هكا شنو هي نوع وصيه. هي وصيه مهمه والله، الحمد لله كي تفكرت انا. كيف؟ احسنت، صلى الله وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. والله هي الا ذاك فقط، مش امر، ما هوش حتى ينسى مسامحوا انا، لكن اذكرونا عبدكم الضعيف الفقير عبد الجليل الفاسي، ترانا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نلقاكم ان شاء الله تعالى
عائدين لنا سالمين غانمين نلقى بحمد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دخول الروضة من هنا الأسبوع الجاي يكون حاضرين الموعد بتاع دخول الروضة، والمزارات باش تكون مزارات المدينة باش تكون يوم السبت اللي سي عز الدين كل عام يحب يحاول يطلبها السنة جات بطبيعتها. هذه يمشي الجامع قباء سيدنا محمد كل يوم سبت، كل يوم سبت يمشي يصلي ركعتين في مسجد قباء. انتم معناتها هذه فرصه جاتكم، فهمتي الله. وسي عز الدين كل مره يقول لي فهمتي الله ماذا بيا بالسبت ماذا بيا بالسبت، وهم معناتها الاكتراث ياسر بالسبت ما يحبوش يعطونا بالسبت. السنه معناتها رحلاتي الكل عملتهم بالسبت المزارات. لا نعدوا 5 أيام في المدينه ونطلعوا لمكه. فما اللي يقول لي شباه السنه 5 أيام ماشي 7 أيام، امال فين نعملوا 7 أيام. السنه ما فماش سكن في المدينه، سكن عندي 3 أشهر وانا ماخذه، وكل مره ينقصوا لي نهار ينقصوا لي نهار ينقصوا لي نهار. فما عندي راح فما وكالات يعملوا في 3 أيام بركه في المدينه. المدينه صغيره مش كيما مكه. مكه فما الوكلاء والابعاد، وبالنسبه للمدينه كان الشماليه والجنوبيه والغربيه، هذوما هم اللي نسكنوا فيهم معناتها. ابعد اوتيل 600 متر. في مكه فما عندنا فما جزيريه فما الاتراك فهمتي لا يسكنوا بعيد، يسكنوا على 2 كيلومتر و2 كيلومتر ونص. هذوكم يفضلونا اللي نحنا في البلايص على الاقل في مكه ما عندناش صعوبات. والفندق اللي باش نمشوا له في مكه 5 نجوم. 5 نجوم من طراز رفيع. بون فما اللي يقول بعيد شوي، مكه ما تسماش بعيده 650 ولا 700 متر، ما تسماش بعيده في مكه. خاطر عندك كان الابراج، الابراج هذيك في قلب الحرم. بعد ندخلوا مكه نهار الاحد بقدره ربي، العشيه تعملوا العمره بتاعكم نهار 12. لا باش نزيدوا نقول لكم ونزيدوا نوصوكم على الباجاج. الباجاج راهو عندكم خيرات ربي 46 كيلو كل واحد. اما بشرط يكونوا في 2 فاليزات، مش واحد يجي يقول لك انا وما عندي 30 ولا 35 تنحطوا في فاليزه برا. لا راه ما يقبلوهمش هذيك. هذا قانون عالمي، فاليزه ما تفوتش 23 كيلو. تعملي 2 فاليزات، واحده فيها 20 واحده فيها 20 اللي عندها 40 وماكسيموم باش تمشوا 23. وعندك ساك تنجم تطلع معاك في الطياره 7 8 كيلو، ما يكونش حجمه كبير. فور اكزومبل فاليزه هذه فاليزه كيما هذه تنجم تدخل بها الطياره، اما مش ترسم تحط فيها 15 كيلو وتقول نطلع بها للطياره. لازمها تكون خفيفه 7 8 كيلو. والفاليزات الاخرين معناتها قطعتين والقطعه 23 اقصى تقدير. 2 فاليزات كيما ولا صاك كبير فاليزه ولا صاك كبير. اي مش بالضروره تكون فاليزه، راهو ينجم يكون صاك كبير يرفع 20 22 23 عادي. العمره ب 4,150,000. سي عز الدين باعها لكم ب 4,50,000 على خاطر كما كنت نحكي لكم السكن غلا برشا في المدينه. ما عندناش واصلين، ما عندناش نجموا نبيعوا بالسوق اللي كنا نبيعوا به قبل. سي عز الدين عمل لكم رميز 100 دينار لكل معتمر. وماذا بينا على خاطر فما مجموعات اخرين هذايا راهو اكسبشنال لسي عز الدين. ماذا بينا غادي تقعدوا مع بعضكم مع مجموعات اخرين ما تجبدوش على السوق، ما تجبدوش على 100,000 هذه بتاع الرميز. هكا ولا لا سي عز الدين؟ ها؟ اي سي عز الدين وآسي معناتها مع بعض. ها؟ ما نقولوش امين وما نقولوش غريب. ها؟
اما اسيا وسي اس دي، مجموعه اسيا وسي اس دي. انت ثاني هز عزيمي كروز اسيا ممكن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم. قرب. أنا نهز عمرات حالات عمرات من سنين عند سيدي الدين في وكالة أبو حمزة، من أعز وكالات القبصة وأقدم وكالات القبصة، مصداقية صدق. تمشي عندها كلمة أنا جربت قبل رحلات، أنا مشيت معتمرة كيفكم أنتم عند مع وكالة أصفار الخليل وتخذلت صراحة في حاجات. لا قولي لهم هربت على سي نور الدين عام. هربت عليه عام وتدمرت. ورجعت خلف العمرات اللي مشيت هكا ولا لا سي اس دي؟ انا سبب انا سبب. تبع قصدي 13 سنة مع سي نور الدين، ما شاء الله ما شاء الله، كلمة ويعطي من جيبه على خاطر كلمته، على خاطر كلمته ويخسر فلوس، على خاطر عطى كلمته. باهي وكالة الأصفار تاع سي تاعنا احنا كلنا 24 مليون ديما ياسر من الأوائل في قصر. باهي مرحبا بكم انتم، مرحبا بكم انتم، وعلى تلبيكم الدعوة وعلى ثقتكم فينا، ونشكر سي نور الدين عرفنا، نشكر عزيزي خويا سندي، ونشكر امين داخل الميدان بقوه تشكر فيك ما شاء الله عليه. باهي باش نقول كلام احنا باش نوصيكم حاجه في الحرم، نعودوا في الحرم رانا مجربين برشا مرات. مثلا ماذا بينا الكلمه كلمه والالتزام بالوقت. مثلا يعطينا زين في المسيح رزق لنا وثيقه نهار المزرعه نهار كذا كذا، مثلا 7 تاع الصباح الناس تدخل في الريسبسيون، راهي تكون 6:30 يمشوا يصلوا مثلا. يقول لي يمشوا يشربوا، اي انا نقول شوف لهمش نستنى كي راه نستنوا على الاصابع مشاكل. لا الناس تدخل في الريسبسيون كيف اللي قالوا عليه. والا حاجه اخرى زاد نمشوا للحرم نصلوا في الحرم، تبدو هاي جماعة يروحوا عندهم دواء وعندهم التزامات واللي يجي على مشاكل حاجة وكذا، تقول لك واحدة كبيرة تقول لك أنا باش نقعد في الحرم، باش تقعد لكان هي تهني تقعد تمشي للتواليت وترجع لبلاصتها، تنجم نلقوها على بلاصة نلقوها في بلاصتها هاي، كان نجم تمشي وبعد ما تقدرش ترجع لبلاصتها تغدي تخلي ساقها وتخلي جلاكتها وتخلي كذا وتغدي ما نلقوهاش، يما تتبع الفريق ترجع للحرم مع بعضنا، يما تكون معاها واحدة صغيرة تنجم ترجع معها. كيقولوا لها هيا روح معانا ما تقولش لا انا قاعد وانت ما تنجمش تروح اخر واحد، خاطر تجي حاله طاريه تخليك غديتي تغدي من غير لا تدري، راك تمشي تورد وترجع ما تعرفش بلاصتك، وحنا مدورين في البلاصه هذيك باش نرجعوا فهمت ساعه الكبار خاصه الكبار. اجتماع صغير غادي ياسر. باهي وحاجه اخرى راهي قالت سي نور الدين على 5 ايام في المدينه و10 ايام في مكه، انا فرحت لها بصراحه، نحب سيد النبي ونحب نزور ونحب نقعد في الحرم، لكن راهي صلاة في المسجد النبوي، المسجد النبوي ب1000 معوضة ب1000 صراحة، وفي المسجد المكي معوضة ب100,000، يعني احنا باش نصلوا أكثر ثم أجر أكثر في مكة. وحاجة أخرى ماذا بينا رانا ماشيين نلغوا لا، ماذا بينا أقل كلام نذكروا نصلوا على سيدنا النبي، نوحدوا لا إله إلا الله، نصلوا أكثر ركعات راه فيها أجر كبير ياسر، يعني نصلوا أكثر من 100,000 ركعة، 100,000 ركعة بدلوها من اللغو ونقصوا من اللغو ونقصوا من الشراء، ماذا بينا نشروش في وقت الصلاة، نشروها في الليل، نشرو بين الأوقات، نحاولوا باش نقعدوا أكثر ماكسيموم في الحرم. وإن شاء الله راكم في هذه أمينة، وإن شاء الله تمشوا سميت جوغاني. بارك الله فيك. قليل وتلقى واحد يخرج من تونس وهو عنده خط. احنا الحمد لله عندنا خطوط، فهمت ولا لا؟ عندنا 2 خطوط قاعدين نعطوا فيهم للمجموعات الكبار والمجموعات اللي فيهم عدد كبير من باش الكبار ما يعرفوش يتلفنوا، اي بوليسي تلقيه البوليسيه في الحرم مالهم معبين، اللي يضيع يقول لك يكلم لك النمور كان بتليفونه يقول لك تليفونه هو وراهم يخدموا فيك وزيد وقت يكلمك مثال انتم تو تحصلتوا على باسا ولا بسي عز الدين بل انكم ضعتوا وقت تعطوه البلاصه وين انتم موجودين ما تحركوش منها،
خاطر هو يعرفها البلاصه هذيك باش يمشي ديريكت للبلاصه هذيك. خاطر وقعت لنا حالات قبل يكلمونا ويقولوا لنا رانا في البلاصه الفلانيه نمشوا ما نلقوش. علاش ما نلقوش؟ خاطر المراه طلت هكا ولا منا قالت سي هاني عرفتها البلاصه وهم الكل يتشابهوا لبعض. حرام انتم عارفين معناتها كل كيف ما فماش بلاصه فما بيبان ارقام نتاع بيبان. لو تجي تقول راني في الرقم 326 تمشي لك الرقم 326 ابقي فما تحركيش. والبادج ماذا بيكم ما تنحوش جمله كان اوقات النوم. ما فهمش واحد راني راني ما هزيتاش راني هابطه هنا دابي دابلوتيلي فهمتي لا عندي قلب ما ينجم يصير كل شيء راهو. سي نور الدين راهي الرحله هذه ماهيش مش بفلوسنا برك من سي عبد الجليل والا مجهودنا. فما خدمات تاع الوكاله تحضر فيها تحضر في وتلاو سافر سي نور الدين غادي ويحضر لنا الكونفور اللي نعيشوا فيه اللي كانوا قبل يمشي نهار الاول يقولوا هاو الاوتيل وهاو الحرم ما عادش يرجع له كان نهار الطياره. الحمد لله دولت خدمات متوفره. انا النقاط اللي حضرتها كلها تعرجوا عليها سي عبد الجليل واسيا وسي نور الدين. نعمل شويه رابيل هكا تاع تحضير من جديد. قلنا كل واحد عنده حق في زوز فاليزات كبار او مش شرط فاليزه حتى الصاك الكبير اللي صاك صح يا سي نور الدين. سي جمال حضر لنا سي جمال يرحم والديه قاعد ليه ايامات ويحضر معايا. والله كنت اقول نشكر سي جمال. سي جمال معاونا ياسر وسامحنا صفيه لان النهار كله في دارنا يحضر معايا. هذه فاليزه والله نختار انا لان الفاليزه عظم تاخذ وعندنا الحجم وعندنا الميزان تلقاها معبيه تاع العظم وهذا بلاصه في الكار وهذوما يطبقوا على الاقل يتعصروا شوي مع بعضهم نوزنوا من قبل نخرج. فما حاجه نوصي عليها وعندنا حق في صاك صغير نطلعوا به للطياره ما يفوتش 8 كيلو. فما ممنوعات. الصفر مرهق من اكبر انا مؤلف بالصفر فما ناس مؤلفه بالصفر. راهي باش تعديك ليله بيضاء الاولى باش تركب الكار من قفصه حتى توصل الاوتيل في المدينه راهي النوم ليله بيضاء فيهاش نوم. برشا ناس مش متعودين به تلقى لهم ارهاق. والارهاق شي يجيب الاعصاب يجيب الغش. يلزم قبل لا نسافروا نشبعوا بالنوم. لكن ليه خاصه الليله قبل السفر نشعروا بالنوم ونرتاحوا اكثر ممكن. باهي عندنا في السفريه تاع قفصه هذه قالنا سي نور الدين 7 تاع الصباح الكار تخرج حتى لتونس. والله المحطات اللي ناكلوا فيها برشا ناس يعملوا دياريه كرش تجري واحد من الماكله وداخله بعضها. انا ماذا بي كل واحد يعمل شوي طاجين شوي غله لمجه صغيره مدبوزه ماء في الثنيه ياكلوا لنا في المطار زاد تنجوعوا الطياره تناكلوا فيها بعد. اما تنجوعوا نستنى فما اكثرهم ياكلوا في المطار شوي ماذا بينا كل واحد يهز معاه لمجه شوي طاجين شوي تمر شوي دبوزه ماء كعبه غله. جينا توا الحقائب تفهمنا ان عندنا قطعتين كبار باش يتشحنوا في الطياره منوطه كيما نحطوا في الكار منوطه نحطوا في الطياره منوطه كل قطعه ما تفوتش 23 كيلو. وعندنا صاك صغير باش نركزوا معاه ياسر الصاك الصغير هذا لانه برشا يتعثروا ياسر به في كي نطلعوا الطياره. كيفاش؟ الصاك الصغير اللي نطلعوا به الطياره الفوق فيه ممنوعات. ممنوع علينا نطلعوا موس نطلعوا كوبونغ نطلعوا دبوزه ماء دبوزه ريحه كبيره. فما اي حاجه ممنوعه. ايش نحطوا فيها الصاك هذه باش نطلعوا المقاص خاصه اكثر شيء في الجيال تلقانا جايبين فيها مقاص. انا الاول حصلت فيها. يفرجوها حتى اللعاب الالكترونيه. اي اللعاب الالكترونيه ما تحطش في الفوق. راهي فيها اشياء من داخل يخافوا منها في السكانر تبان. باهي ايش نحطوا فيها مال الصاك هذه؟ نحطوا فيها الفلوس نتاعنا. الباسبور فيه تاشيره. نحط فيه التليفون والشارجور. ولا ها الباسبور والتمر. لا تمري تلصقوا في الصفحه الاخرانيه. فما تمري 60 دينار باش نشيلوا من القباضه الناس الكل. والله من تو نجموا نشيلوا ب 60 دينار ولصقوه سي نور الدين في الصفحه الاخرانيه نجموا. اي الصفحه الاخرانيه نعرف فيها التمري. ايش قلنا الحقيبه؟ فيها جواز سفر. فيها بورتابل والشارجور نتاعو. فيها الفلوس نتاعك. وقلنا فيها الادويه نتاعك لان ينجم في الطياره ياكل دواه كذا. باهي هذا التليفون والشارجور نتاعك. اي باهي هنا في السعوديه ريتوا البريز عندنا هنا فيه زوج قعرتين
الانجليز هما السيستم الانجليزي يمشوا فيه ثلاثه، النجم تشري من هنا لادابتاتور هذاك تشري من هنا ولا تحت لوتيل غادي راه موجود. هذه الحقيبه اش فيها؟ نتعدوا سي جمال. هذه مونعاتكم هذوك لزمتني تو باش نتبعك انت. هذه الحقائب الكبار. الحقائب الكبار والزيت يكونوا معلب. الزيت باش نهزوا الزيت احنا رغم انا ضد هزان ياسر الزيت اما هزوا الزيت عندنا ما نعمل به غادي. الزيت نعلبوه. سيدي دخل التعليم مازال. اي وقت نعلبوا الماكله نتاعنا تجوا نحكوا عليها الماكله كيفاش نعلبوها. هز معاك نص لتر ولا لتر. ندخل تعليم. ندخل تعليم. التعليم شنو سيدي؟ بان في الاوتيل 5 نجوم هذوما خاصه 5 نجوم راهم يسربسوا اكثر من 4 نجوم و3 نجوم. فما كابتاتور فما قطعه في السطح في البيت كي يجيو فار تزمر وهم يخافوا من الحرائق والقانون السعودي يمنع منع بيت الطبخ في البيت. هذا شيء. يقول لي يطبخوا في التواليت ليش؟ لان ما فيهاش الكابتور هذا، لان فيها دوش فيه فابور فيه فار يقول لي ما يعملوش فيها. ليه انا نوصل طيب في نجاسه؟ هز ماكلتي نظيف على حسب ذوقي انا والرجيم تاعي انا وماكلتي انا في حكايه نطيبوها قبل 3 ايام 4 ايام ونهزوها. عندنا ندلوكم على برشا هنا معامل يعلبوها كيما حقة الطماطم كيف وتجيك مسكره ويكتب لك عليها جلبانه ولا كمونيه ولا حتى مرقه كرسي كل شيء. ضحكوا مع اسي وريم تقول لكم كل شيء ولا جماعه نمشوا عملوا حبيبه وجماعه. ما تكلفش. باهي وما تكلفلكش اكثر ونظيفه في عوض ماشي الحرم وريحتك بصل وريحتك ثوم انت كنت تطيب او من كظهر عجل قعدت تطيب في العصر. الظهر هذاك راه ب 100,000 ظهر تبقى ترى قداش 100 سنه ما تقولش ترجعوا. باهي نجوم الفلايز هذا فرجوع خاصة فرجوع محملين أكثر. الفليزة منها نحطوا فيها كريدينا فيها الحكاك نتاع الماكلة نتاعنا. وماذا بينا؟ برشا ناس تهز قصارين ومراميل وبعضك ما رجعتها ومرزنا والكيلو يتكلف غالي. يسمع في نور الدين قداش كيلو كي جو راجعين خطوط بونسية إذا كان أكثر من البوا. 9 أورو. 9 أورو قداش يجي؟ 27 دينار. الكيلو واحد تخلص عليه 30 دينار زي. شنو الفكرة بالخبرة يا جماعة مشو قبلنا؟ نهزوا أخي معون عنا مش اللي هو الغالي. صحان بلاستيك، كيران بلاستيك، حتى المريميطة السوداء الخايبة اللي عندك تهزها. باش تتوحها غادي ما جاتش قلب. اللي العزايز كان العزايز شادين الصحيح باش يروحوا بها قصروا السوداء دي. ما عنديش مربيطه سوداء. تو نعطي انا مربيطه تو انا صاحبنا غادي يجيب لنا المعون. باهي سي كمال. باهي التعليم تفهمنا قبل 3 4 ايام اللي يعرف فما حاجات لازم تتصلوا بالمحل قبل لان فما ناس طيب وهو عليه ضغط تمشي ماكلتك طايبه يقول قدوه ولا خليها ثم ولا توجو تمشي قبل بنهار الحان تقول له وقتاش نطيب تقول لك خذ ولا بعد غدوه جيبها في القيت الفلاني تجيبها له في قصارين وهو يعلبها تعقيم راهي نظيفه وتحل كل واحد كل نهار بنهار وتحل الحكه اللي تحب. راك تسكن مع 3 اخرين في البيت مش تسكن وحدك. بما انك تسكن مع 3 اخرين بربي ركزوا معايا في النقطه دي. راك انت مش كتحل كان انت وحدك. اليوم حل سي صالح وحيده تاع جلبانه معاه عزدين غدوه ولا شطر هذاك بقى منها في الفرجدار نجبدوه غدوه العشيتها نتعشوا منه. انت معاه مجموعه اخرى وحبابك وهم ضيوف الرحمن راهو بكل شيء راهو ضيوف ربي واليطعم واحد فم طعم 100,000 واحد. تصوروا انت الاخرى تعطي جنيه غادي 100,000 جنيه توكل تمره تشوف هما السعوديين غادي كيفاش انت تطوف في الوقت ويكفي فمك في الكعبه تمر لان فاهمين سرها شنو؟ فاهمين ان 100,000 كعبه تمر هذيك. كي تقود واحد قود 100,000 واحد كي تضحك وجه واحد ورد بالك من الغضب ورد بالك تنغروا ربي في ضيافه. راهو ضياف الرحمن رد بالك تنغروا ربي راهو صالح ولا جمال وفلان كي نغشوا راهي غششت واحد ضيف عند ربي. باهي جمال اعطينا بعد الدواء. باهي نجو الصحه نتكلم على الصحه بصفه عامه. شوف راهو انا كنت في الجري بكري في الكورس
كي نجروا 12 كيلومتر يلزمني نقسم جهدي على 12 كيلومتر. اما كاش نبلع، كان نخرج من الاول بالقوي نبلع. احنا عندنا 15 يوم، اذا كان ما نجموش نقسموا جهدنا الجسدي راو باش نتعب. فما ناس في المدينه يعطي كل شيء، اسواق والدور والجري والحواسه ويتعرف ويشوف ويزور في كل يوم ويعمل كل شيء كل يوم. بعد يلقى روحه انهار. قابسي اللي داخل صحيت عندنا واحد قابسي انهار ضربه. شوف في انا لاحظتها في كي يتعب البدن تتعب معاه الاعصاب، يولي على اعصابه يتشنج يولي يطول على اعصابه. مناش راهو معذور هو لانه ما عرفش يقسم. فما تقسيم الجسدي، فما تقسيم الفليسات زاد. فما واحد عملوا له واحد وعملوا له واحد اخر في المدينه 7 ايام تاع المدينه كمل فلوسه وكمل ميزانه وكمل. ايش معنى كمل ميزانه؟ وصل 23 و23 مازال في المدينه وكمل فلوسه كله. هو 46 ومرته 46. صحيح ومرته 46 ومسكين ولا يبكي نقوهم يبكي. هو مرته ما عندوش باش ياكل ماكله الا التعليب عنده او منعوا التعليب. اما يشتي حاجه حتى خبز ما عنده. ولوا مراحم والدين مش اعطيناه سلفوه. نقسموا الجهد البدني والجهد المادي. وقبل كانت المدينه ارخص من مكه. صحيت هذه الناس كانوا ياسر في المدينه ياخذ كل شيء. تو ولا العكس، المدينه ولت ارخص. كيما احنا نعانوا تو مع السكن ولت لنا مكه ارخص من المدينه. القضيات والهدايا الكل من مكه راهي ارخص. خذوا شوي في المدينه تلقوا حويجات خذوا، اما مش تشوفوا باش تدخلوا المجازر تشوفوا باش تبدوا اللي عندك تحطيه في النهار الاول. وهذه صارت لنا العام اللي فات مع سي عز الدين معناتها زوز كملوا الميزان نتاعهم 92 كيلو هو ومرته وكملوا الفليسات. ولا نقضناهم معناتها بطرق اخرى وموا على الاقل ما نحبوهم زاد يزيدوا الباجاج خاطر باش يزيدوا الباجاج باش يروحوا في المطار نهار العوده. اكثر من هذا كي توفي فلوسك في المدينه مكه معبيه شوارعها كل اسواق وشيء كبير. تتفاجئ بحاجات احلى وتحب تشتريها ما تلقاش. تلقى ارخص تقول يا ليت. فما حاجه اخرى ماذا بينا نخلوا مصروف تنقولوا عليه ما يقارب 150 هكا قلنا 150 ريال ولا 200 ريال. تنتفاجئوا برشا ناس في الاخر ما عندوش باش يشري ماء زمزم، ما عندوش باش يمشي لمسجد عائشه يعاود يعتمر اكل 15 ريال باش يركب بها يمشي مسجد عائشه يعاود عمره اخرى. تم عليه ما لقاش باش يشتري كروسه في مكه النهار الاخراني في مطار جده في الاخر ب 3 ريالات ما لقاش 3 ريالات. ماذا بينا 200 ريال نخلوها اللي كنت تخليها مش لنا احنا حتى 100 على الاقل. حتى 100 لمجه في الكار جيعان جايه هنا في قفصه من قفصه واحد مسكين موته بالشر ما نقولش ليش باش يجيب هديه لذري. برك الهدايا دي بالنسبه للهدايا راهو كل معتمر مشى المره الثانيه يقول لك توبه حبيبه تعاود تشري كما عملوا في صالح كل اللي مشوا عملوا توبه ما عادش نعاودها. ليش؟ هو شراي ياسر تبش بخور سبح لبان طرشون وفرقهم الصغيرات صغار. هما ما فرحوش لان نعمل يقطع لك عرضك طول وانت تكلفت لك غاليه ياسر. تمشي ثاني عمرك تقول والله ما عاد نعاود هذه. استوس شخصيا ما زمزم يعطيك. هكا هو الحبايب والعائله المقربه كي نشري لهم ودها هذيك حاجه. اما الطامه والعامه لازم كل تهز هدايا راهي مصروفها كبير. بيت سلعتهم كامله. صح هي سلعه تاع كامله. اي ديزيام شوا تاع كوريا واحد. اي واحد عنده مرض مزمن ماذا بيا يمشي للطبيب. هو مازال على الوقت يمشي للطبيب ويقول له راني ماشي للعمره. ليش؟ لان مجهود العمره للمريض السكر ولا الدم ولا القلب ينجم يعدل له دواء. نتفقدوا دواء ونهزوه كله مع دواء نهزوا شويه كليفيراغون لينا غادي بقبيطه تاع صدر تاع كلمات زود وسخانه وبرد والصفا والمروه جناب واحد والحفيان كذا. رانا كي صالحه ويعرف معناها يزمع عندنا السره تاع دواء كل واحد شويه فيراغون دول بران بدوا عليها راه مختار دول بران ربي يعمل سقطه قلبيه. ما احنا ما نشوفوش معاك دول بران ضربه واحده يعمل سقطه قلبيه. ادوياتكم كل تزوها وتطلعوا بها للطياره في الصاك الصغير لان برشا ناس يشحنوا ادواهم وبعد في الطياره
طيح له السكر كذا كذا، ما السويق كذاك ديما فيه حاجه حلوه كيف التمر وحاجه كيف يطيح السكر، حتى اللي ما عندوش سكر او يطيح له السكر من الارهاق. شي جمال. سي نور الدين حكى لنا على التجمع والانطلاق قال 6:30 يرحم والديك. هذه في كلوب بياش، ساحه كلوب بياش، الكلبوس مدخل قبصه. اللمجه صحيح. اللمجه حكينا عليها، اللمجه في الكار هنا ماشي قبصه، راك باش تسحقها اللمجه حتى في المطار وفي الطياره باش يعطوا هذه اكلتنا عملوه. شوف في الطياره اكلتنا عملوه هذه هانو روز تحبوا بالحم ولا بالحوت، وعندك سليطه وعندك حية الطاجين وخبيزه وكابه ياغورت ودبوز ماء. هانو فورماج. معناها هذه في الطياره تاكلوها ان شاء الله في المشي وجاي. طيب ولوج مطار قرطاج بهدوء يحطونا في الصاله الاولى، ينادونا بعد باش ندخلوا التسجيل ويهزونا باجاجنا، تهزونا الفلسطين الكبار يوزنوه، يلزم يكونوا الوحده ما تفوتش 23 كيلو. نعاود عندنا 23. هذه ماشي باش تحصل معناتها، هذه جات من ظهرها الطياره بعد بساعتين وزيد معناتها زاد تعملوا طروطار الطياره، وزيد معناتها عملنا تدخلات كبيره معناتها عشيه كامله وانا مصلحنا في الوضعيه. اسف بربي نساء ركزوا معي نساء. باش الرجال باش يتعبوا ياسر في حكايه الباجاج ويرصفوا فيه في رحلاتنا كل من مطار جده حتى اللي نروحوا، وهما في اجهاد كبير تشوفوه انتم. وقت نقول لكم قطعوا الكار الكل، ماذا بيا الواحد ما يكونش اناني يفتش كان على سكانه هو. احنا مجموعه واحده تلقاها امراه داخله تعفس في السكان وكل ماشي تجبس ساكها بعد 30 ساك اوه، تسمى انانيه. والرجال ملوحين سكانهم ولاهين يعبوا في سكان النساء. شويه انانيه واحنا ماشيين بيت ربي، يلزم نخرجوا من الانانيه انا ولا صار. غادي تنولوا عائله واحده ما عندناش، كلنا تنولوا رحله واحده. نساء انتم نقول لكم قطعوا الكار، هزوا كان السكان صغيره كار، خلوا باشكم مش من بولار تعسوا. مشيرات كل، وعندنا سي صالح عنده بلاصته من تالي يعس على السكان، وعندنا واحد اخر زاد هاو سي محمد كلفناه وزاره زاد باش يشيرها الاخرى يعس باش لينا. ايش معناها يعس؟ الكاره بجنبك تنجم واحد عافيه مش تسرق ماش سرقه، ينجم يطبس الكاره اللي يعمل بجنبك ويعبي. عندنا سي عملوا السي صالح يعس تو مشيره صالح. وقلت ما نضيعش ونعرف ونعس ونتبع، وحتى بحكم التكوين معناها نعرف هكا روبير كارتيزيان نمشي هكا دور 3 دورات 4 دورات مشيت غادي نقعد. فما بالك معناها الانسان اللي يدا كبير شوي ولا يرزن شوي ولا معناها الثقه هذه واحده. وضعت في بلاصه اخرى، ضعت في بلاصه اخرى على رجال الفولاذ. منعني سي يمين هز ساك اللون هذايا الحمد لله. شفت الساك زعما فاتتني زياره الروض. ما فيهاش سي نور الدين قال يبرمج الاسبوع الجاي، تتبرمج قبل بشهر كامل، قبل بشهر في الماضي ساعه تكون في البلاصه هذيك. ما كنتش مش تدخلوك بعد. معناها الالتزام بالحرف باللي يتقال. وقت اللي يقول كلمه هذه تجربه نتاع 10 رحلات و20 رحله. تجيني في الوقت الفلاني تجيني تلبس البادج تقعد في بلاصتك ماهوش مجال للنقاش باش يبقى فاهم فيك. كارتا تخرج ما تفهمش اسمعني وتو كنت فاضل نفسرك. معناها تحبوا الحمد لله عملوا كانت رحله ممتازه رائعه وتعدت بكل سلاسه بحسن اخلاق المجموعه كامله. النفسيات تصير في كل بلاصه، قدر تربي ما تصيرش الحمد لله الناس كل خيال. هذا زميلي سي صالح مشى معايا عام الاول، كان الضحك وكان الفلكه وكان اما الالتزام مانيش باش نبقى نفسر لك. اقعد هيا وتو بعد نفسر لك. والضيعه ضاعت 3 ضاعوا الفليزات عملوا ضاعت اللي كانوا يمشوا نعبي انا وسامين ومعنا جماعه 4 و5 و6 من الناس خاطر الكار باش نبي الكار، هذه كار وهذه كار والفليزات منشره لهنا. الا تعب لي حكى لي سي عز الدين انا جربته معنا حما ولد اختنا حبيبه ما شاء الله معناها شيء. وقت تحط انت فليزه فيها 40 كيلو، شكون تهز 40 كيلو يحطها في كار؟ الفلايز برشا. الفلايز زوز بالله تعطيني اختي ريم الفليزه اكبر من هذه عدم، اكبر من هذه باش نلقى فراغ، اكبر من هذه باش نلقى فراغ. لا تعبانه في الكار ولا تهزها انت ولا تهزها ليش كان حطيت فيها الزايد مشكله، كان حطيتها اكبر من هذه عدم. كيران عم نول الكار معناها الحمد لله هاي السنه قال لك اوسع وزوز كيران البش والعباد
لو كان برحمة ربي معناها عملوا وسطك الممر برك الممر معناها عبيد ما تعداش ليه؟ على بالي زاد زايده وعلى السيكان زايده، السيكان حكى لي سعد الدين الساك راه مهم جدا، جيت تعبي في الكار فليزا ما تدخلش على خاطر اما الساك يطبق. مش بديك قبيله حكيت اللباس معناها واحد انا زيد سبيدري عملنا ورحت فيه الدنيا سخونه حطينا نقطه اللباس هذه جبت تصويره سي صالح هذاك اللبس المعمول به هوركا تزيد صباط وسبيدري ولا عندك الكل خليه شتاي كل ديما تمشي لاباس صيف معناها اللمس النقاط اللي ذكرتهم كلها مهمه جدا وراهو اختصرنا انا وسي عز الدين تو الاثنين 3 ليالي نختصر راهو الحديث ما يوفاش في حاجه كيما دي كتبنا اللي لازم اللي قالك تقيد به وها مازالت الاسئله عندكم والحمد لله مازالت مده طويله. المواعيد 8 معناها 8 لا الموعد ايش قلت انا قلت لك على المواعيد خاطر توا في الزياره ولا في النقل زياره ولا نقل 8 7 10 10 جمال سيدي واللي ما مشوش قبل ماشيين اول مره يلقوا عالم اخر شدها رادار يخلصهم عارفه ما يخلصهاش يقول لها انت تحمل مسؤوليتك ها وهذا من شهر يفهم والله معاناه كبيره ها الله يسعدك خلينا ندوروا حوار شوي ما سمعناش شكون يحب مش عندك متسكر تعمل سوليوشن هذيك حتى نتهنوا على البصمه بتاعها. اي لا شكون عنده سؤال؟ ناس عندك سؤال؟ قالوا لك باسبورات وقتاش تعطيهم لنا؟ باهي هذه ما جبدناهاش من بالك امس 6 اشهر و39 باسبور. هاي باهي 39 واحد الاغلبيه معناتها متاشرين واللي شاد التاشيره هو حمزه ولدي وما يحبش حتى واحد يمس له الخدمه بتاعه خاطر الغلطه بحقها. سافر لتركيا امس قبل ما يمشي اشر لي التاشيرات الكل موجودين غدوه لا بعد غدوه لازم تاخذوهم وتخشوا تصرفوا. كل شيء بارك شيخ كل شيء حاضر. احكي مع الصاحب اللي عملوا البصمه كل الباسبورات ما تاشر. سيدي الصرف وين الصرف في البوسطه الكبيره. عندي ناس البوسطه الكبيره ديما عندي ناس ديما نعملوا كوموند تجيب لنا في كل فول تجيب لنا 100,000 150,000 ريال وتمشوا معناتها تلقوا ديما موجود. والتونسيون كما قال سي عز الدين واحد يبدا يتفلفس يقول انا تو نهز اورو ولا تنهز دولار. علاش تهز في اورو وتهز دولار؟ ولا دينار تونسي ولا دينار تونسي تهز ريال تصرف ريال وانت يفضل ترجع كيما في البوسطه كيما يجيبوا لي انا نقبل. اللي تفلفسوا يقول لك لا انا نصرف اورو ها هاي موني عالميه لا غادي باش تمشي تصرفها بالريال باش ياخذوا عليهم البنكه وقت تشري بصوم وتبيع لك بصوم بس تخسروا فيه كيما هكا والريال موجود. وقتاش نتلزوا نصرفوا اورو ولا دولار وقت ما نلقوش ديسبونيبيليتي بتاع الريال السعودي. الريال السعودي موجود شوي برك على الصحة العدوى ياسر وانا حتى في المعتمرين النهارات تكلموا فيه فما عدوى تاع طاقة ياسر والناس كل تمرض غادي فما دول ما تمرضش كوريا والاخرين غادي واندونيسيا ليش؟ الجيل ديما عنده زحمة يعمل بافات النظافة ديما خاصة يبعد عن الأماكن فيها زحمة بربي وباكم السمش امشي في الظل فما مسافة في مكة معناها ما فيهاش ظل ماذا بيا اللي عنده ظل عنده مريض تاع سمش يهزها اشربوا الماء قد ما تقدروا وراو الماء مهم ياسر يتبخر البدن ياسر غادي اشربوا الماء فما ناس تقع له كرونك في الصفا والمروه مناش نقص الماء نوسع النظافه في الاكل وفي اللباس وفي كل شيء في اليدين تغسل بعد كل حركه نعملوها لازم تغسل يديك الصباح بتاع الصفر الصفر الصباح ياكلوا دواهم اللي عندنا اي نهار نسافروا لازم ياخذ دواه الصباح ودواه ما يحطوش في الفلايز الكبار ديما في الصاك الفوق. شكون عنده سؤال مرة نساء باش يقعدوا هنا
مع ريم واسية فما حاجات خاصه بالنساء تحكوا مع بعضكم ويجاوبوك. وربي يبارك فيكم، ان شاء الله ربي يتقبل منا جميعا. وربي يبارك لنا سي نور الدين اللي ضيعناه اليوم بالنهار ولا ولوتيل ارى الغرف حاضره وهاو مل عليك الارقام. تفاجئت لاني انا لاجونس كنت تخدم معاها ما يتصلش بيك 15 يوم وانت في الحرم وانت في مكه والمدينه، 15 يوم ما يشوفوش. تفاجئت للدرجه هذه انا كنت مغمومه كان. وحكيت لي اسي اختي لاني اسي خدمت مع سي نور الدين قبلي انا. لا انا مشيت مع نور الدين قبل ساعه. بعد مشينا ناوي باش نهز العمره، داروا بيا جماعه احبابي قالوا لي انت معروف كذا، عملوا لي اسمي وعملوا لي تصويرتي وعلقوا لي نمشي نداء. المهم مشيت. لهذا مصداقيه ثلاث حوايج، مصداقيه لاجونس اداره، تحس عندك اداره. رانا مشينا قبل حطينا دبشنا وتعبين فك الليله ما رقدناش قدام الاوتيل، ندخل الاوتيل يقول لي لا مش معانا، لا ما اكدليش في اخر لحظه، ما عطانيش كلمه رسميه. نرجع له يقول لي يجيني المندوب يجري بيا من الاوتيل وانا مجموعتي فيها زوز كيران وقتها باش لقينا اللي فيها نعمات، باش لقينا اعطانا اوتيل اخر صغير. زاروا في تونس هذه ريحته تو اعطاها الغرف او اعطاها الغرف تو مازال في تونس مازال في تونس. الغرف ارقام الغرف في المدينه موجودين. يبعث لي هكا نور الدين هو يبعث لي وحنا مازلنا ما وصلناش لوتيل هذا قبل ما فماش. بقينا مره 8 سوايع ملوحين في الصاله تاع لوتيل. ليش 8 سوايع؟ باش ما تقيدلوش الليله تاع لوتيل. سي نور الدين قال لك انت هنا زدت في تونس وبيتك خاصه هذه تفرض. يعملوا كيما كاكا باش يبيعوا ب 100,000 ارخص من هنا وهم باش يتعبوكم انتم. سي نور الدين وصل خسر فيه رحله. فما رحله هزيتها انا حلف لي بيمين وراني انه خسر فيها ويقمم 24 مليون. تجربة مع ربي قد سمعت عنه.